في الشقه وانا كده كده اصلا سايب البيت. رن عليا اجيب لك اللي انت عايزه. واقول لك على حاجه، انا كده كده اصلا هبات معاك النهارده. ربنا يستر يا عم ويجيب العيب سليمه. العلم يابا انا مش متفائل، انا همشي يا عم. بقول لك يا كريم، هتعمل ايه مع الواد ده؟ عشان انا مش فاهم. وانا هنحكي في المحكي ولا ايه ازاي؟ ما قلت لك بقى يا عم اللي فيها اللي احنا عملنا المصلحه، خدنا التليفونات، خدنا الحاجه اللي في الشنطه. هو بقى يروح يقعد في شقه هادي عماد، وانا كده كده في القفله هعمل له فرده عم الدور، واقوم باعت له صباطه على شقه هادي عماد، وهم يخلصوا بقى مع بعض هناك. واحنا البوله دي بقى بره عننا، احنا نروح نشوف يابا يومنا هيمشي ازاي، ونبيع الحاجه دي ونشوف حالنا كده يابا دنيتنا هتقول ايه. يا نهار ابيض، ده انت دماغك دي الماس. يلا بينا. خلاص يا عم زباط، انت شايل من الموضوع ليه؟ ده عيال ملوش داعي. خلي اخوات الصغيرين يدوروا عليه، وفي القفله هيجي انا هاخد اخوك شقاوه واروح اجيبه لك بالمكنه. مش هطلع البيت غير لما اجيبه لك. الله يبارك لك يا زيتونه. هو ده العشم برضو اللي مجنني يا زيتونه، ان الواد ده مش جاي من دماغه، في حد مجريه، لان الواد دوت ما عرفش يجي معايا في الكلام ده. بس وعهد الله يا زيتونه، الواد ده لما يقع تحت ايدي لندمه على اليوم الاسود اللي فكر يشغل دماغه ويجي معايا. خلاص يا عم زباط، الواد هيروح مننا فين؟ دي العزبه كلها اوضه والصاله. اركب يا عم شاور هجيبه لك واجي. استنى مني التليفون. وحياة امك يا كريم، الواد اللي اسمه زياد اوزيل ما تخيلتش بيه وانت واقف كده؟ لا والله يا زباطه ما جاش ولا اتخيلت بيه. طب وحياة امك يا كريم، منين ما تشوفه من غير ما تفوق الواد رن عليا عشان عامل يا نسيبه. ابن الحلال، بدل ما تلف وتدور كده انا هجيب لك القفله. الواد اللي انت بتدور عليه لو عايز توصل له في 10 منه جاهزين معاك. اديك عينيا يا كريم، بس وحياة امك تقول لي الواد ده فين، عشان الورقه اللي في الشنطه هيجيب لي نصيبه. ايه ده بس كده يا عم؟ ما تشدش عراك وتقول لي فين سيبه. فين سيبه دي بتاعتك انت مش بتاعتي انا. في القفله لو معكش يابا فلوس في جيبك في حاجه اسمها محفظه، معاك تبعتهم لي على المحفظه يا ابن الحلال. هبعتهم لك بس قول لي الواد فين. بقول لك يا صباط عشان ما نقعدش نحرق كتير مع بعض، عارف يابا الشقه بتاعت هادي عماد اللي عند المذبح اللي احنا كنا بنسهر فيها مع بعض؟ الواد هتروح هتلاقيه هناك. انجز بقى، طلع تليفونك واكتب الرقم وحول لي الفلوس يا ابن الحلال. ما خلاص ياما ما تقفشنيش يا ستي، قلت لك عرفت مين اللي سرق الشقه ومش هرجع البيت غير لما اجيب الحاجه اللي اتسرقت. يا زباطه انا عرفت يابا مين اللي سرق شقتك. ما خلاص يا عم فزلكه، ده انت قديم قوي يعني، انت جايب لي حاجه حصريه. ما انا عرفت يا عم مين اللي سرق الشقه. كريم بويكا جه قال لي بالاماره زياد اوزيل وقاعد عند هادي عماد وانا رايح له دلوقتي. كريم بويكا هو اللي قال لك؟ اذا كان كريم بويكا اصلا هو اللي بعته يسرق الشقه. انت بتقول ايه يا